ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. مع اقتراب موعد كأس إفريقيا التي ستقام فوق أرض المملكة المغربية الشريفة نهاية هذا العام، سؤال: ما هي انتظاراتكم من هذه التظاهرات الكروية الكبرى؟ هذا السؤال دابا اللي طرحناه مثلا على الجماهير المغربية، السؤال اللي طرحناه على المغاربة، فسنجد أن أغلبهم يأمل في رؤية منتخب وطني جاهز قوي متماسك يقدم بطولة تليق بسمعة كرة القدم المغربية، والتمني ويمنون النفس بالفوز بهذه الكأس القارية، وهذا حق مشروع للجماهير المغربية وإسعاد الجماهير وإسعاد الملايين. هكذا سيكون الجواب لو طرحناه على الجماهير المغربية. لكن إذا طرحنا السؤال نفسه على بعض أو على الجزائريين، السؤال هذا خذينا وطرحنا على الجزائريين، فغالبا لن يكون جوابهم رياضيا أو موضوعيا، بل سنجد أن فئة كبيرة أو كاع الجزائريين لا تتمنى نجاح المغرب في تنظيم البطولة. يعني هذه الكأس أفريقيا الجزائر ما كتمناش، أو الجماهير الجزائرية لن تتمنى نجاح المغرب في هذه البطولة على المستوى التنظيمي، والرد غالبا سيكون على الشكل التالي: ننتظر فشل المغرب في تجهيز الملاعب، وبالتالي تأجيل الدورة إلى ما لا نهاية. هكذا سيكون جواب الجزائريين، وهكذا سيكون رد الجزائريين، وهكذا يتمنون الجزائريين.